سألته ندى: أمال فين والدك ووالدتك؟ ما جبتهمش يعيشوا معاك ليه؟ في حد يستحمل يعيش بعيد عن والده ووالدته؟ أحمد: أنا ياما اتحايلت عليهم يسيبوا البلد وييجوا يعيشوا معايا، بس هم اللي مش قادرين يسيبوا البلد اللي اتولدوا فيها وعاشوا عمرهم فيها. وكل ما كنت أزورهم كنت أترجاهم، لكن هم متمسكين بالأرض ومتمسكين إنهم يقعدوا في البلد هناك. ندى: إيه حكاية والله والله وإيه كل حاجة كده؟ والله هو أنا كدبتك؟ وضحكت ندى. ضحك أحمد: أحمد: ما قصدتش كده والله. ندى: برضه والله. أحمد: أصلي متعود على كده، متعود على كده في كلامي، بس خلاص هحاول أبطلها عشانك. ندى جت إيدها على أدوات الرسم. ندى: إيه اللي إيديا جت عليه ده؟ أحمد: دي أدوات الرسم. ندى: إيه ده؟ أنت بتعرف ترسم كمان؟ أحمد: آه، هواية على قدي، إيه رأيك أرسمك؟ ندى: يا ريت، بس في مشكلة. أحمد: مشكلة إيه؟ ندى: مش هعرف أقول رأيي. أحمد سكت وتأثر من كلامها وحب يواسيها. أحمد: عموما هي عمرها ما هتكون في جمالك الحقيقي، لأن الحقيقة سبحان الخالق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد والشكر، أطعمت وسقيت وكفيت وأغنيت وهديت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأعطيت. اللهم امنحنا سترا يحجب ما اقترفناه، وعلما يزيل ما جهلناه، ورزقا يفوق ما تمنيناه. اللهم ارزقنا بركة في العمر، ونورا في القلب، وضياء في الوجه، وسعة في الرزق، وثباتا على الحق، وردا في النفس، ومحبة في قلوب الخلق، واصرف عنا كل سوء ومرض. اللهم آمين يا رب العالمين. أعتذر لمدة غيابي، لكني كنت مريضة ودخلت أعمل عملية تانية. دعواتكم، وبشكر الجميع، وحابة أرحب بضيوف القناة الجداد. أهلا وسهلا بيكم، ويا رب أكون عند حسن ظنكم. ردت عليه ندى: متشكرة على المجاملة دي، على العموم أنت أدرى، أنا آخر مرة شفت نفسي فيها كنت طفلة صغيرة. أحمد: ها، هتسمحي لي أرسمك؟ ندى: أنت حر، هتتعب نفسك على الفاضي. أحمد: إزاي على الفاضي؟ وهي أكيد هتبقى أجمل لوحة اترسمت. ندى: شكلك بكاش، على العموم أدينا لسه قدامنا وقت، أنا هدخل أنام ونبقى نشوف هترسمني إمتى. تصبح على خير. أحمد: هتعرفي ترجعي الأوضة بتاعتك لوحدك ولا أنادي نعمت؟ ندى: لا، أنا شاطرة وبحفظ بسرعة، وهي هتلاقيها مشغولة في حاجات كتير كانت بتعملها قبل ما نخرج ونسمع كلام جارتك. ودخلت أوضتها. أحمد قعد يكمل لوحة كان بيرسمها عشان يبتدي لوحة جديدة، وهو بيقول: بقى الجمال ده يا ربي ما كانش يكمل ويبقى بيشوف؟ معقولة العيون الجميلة دي ما بتشوفش؟ خسارة. وبعد ما خلص دخل ينام، ولسه هيريح ظهره سمع جرس الباب بيرن. قام فتح الباب لقى بنت جارتهم تاني. أحمد: هو في إيه؟ انت اتجننتي ولا إيه؟ ما ترحميني بقى وتسيبيني في حالي. جارته: غير لما أعرف مين البنتين اللي دخلوا عندك دول وما طلعوش تاني، ومن وقتها وانت مش طايق لي كلمة. أحمد: وأنا كنت وعدتك بحاجة؟ أنا كنت وعدتك بحاجة يا بنتي قبل كده عشان أكون اتغيرت دلوقتي؟ الجارة: أحمد أنا بحبك، واللي يحاول ياخدك مني أنا مش هسيبه، أنت فاهم؟ أحمد: ياه، اتفضلي بقى وكفاية فضايح. الجارة: أنا قلت لك. وراحت ماشية. أحمد: وبعدين في البلوة دي أنا زهقت ودخل نام. تاني يوم صحيت ندى، صحيت بدري زي ما هي متعودة، وقالت لنعمت: جهزي الفطار، ولما أستاذ أحمد يصحى عرفيه إن الفطار جاهز. نعمت: جهزت الفطار وغطيته وسبته في المطبخ. جابت الفطار عشان ندى تفطر. قالت لها: لأ، أنا هستنى لما أستاذ أحمد يصحى ونفطر معاه. نعمت: طب أروح أصحيه عشان يفطر مع حضرتك،
حضرتك متعودة تفطري في الميعاد ده؟ ندى: لا، احنا ما نعرفش هو بيصحى امتى وبيروح شغله امتى، بلاش نقلقه، يمكن بيقوم متأخر، سيبيه لما يصحى لوحده، هيجرى ايه يعني لما أخر فطاري شوية. نعمة: اللي تشوفيه حضرتك، أنا هدخل أفطر في المطبخ، تطلبي حاجة تانية؟ ندى: بقولك ايه. نعمة: نعم. ندى: تعرفي توصفي لي أستاذ أحمد؟ نعمة: إزاي يعني؟ تقصدي من حيث إيه؟ ندى: من حيث شكله. شكله طبعا، أي حاجة تانية أكيد هعرفها، إنما شكله إيه؟ طويل ولا قصير؟ تخين ولا رفيع؟ شكل وشه، لون عينيه، كده يعني. نعمة: إيه إحنا لحقنا؟ ندى: تقصدي بإيه إحنا لحقنا دي؟ نعمة: ها؟ لا، ما قصدتش حاجة، أنا أقصد يهم حضرتك إيه بس في صورته. ندى: نعمة: بلاش لماضة واخلصي. نعمة: حاضر حاضر. هو طويل وجسمه لا تخين ولا رفيع، لون عينيه سود وشعره اسود ناعم ومرجعه لورا، ووسيم، يعني باختصار هو مز. ندى: ايه مز دي يا قليلة الأدب؟ يلا غوري على المطبخ. نعمة: يعني كده عشان عرفتي اللي كنت عاوزة تعرفي تهزقيني بعديها؟ ماشي ماشي، بعد كده هخليني في شغلي بس ومليش دعوة بأي حاجة تانية. شوية وأحمد صحي وندى على نعمة: أحمد: معلش يا نعمة، ممكن تعملي لي شاي؟ نعمة: ليه، هو حضرتك مش هتفطر؟ أحمد: لا، أنا متعود أفطر في الشغل، أصل مين اللي هيعمل لي الفطار وأنا عايش لوحدي؟ دخلت ندى على الكلام: ندى: طب أنت كنت لوحدك وعشان كده ما كنتش بتفطر في البيت، إنما دلوقتي الحال اتغير وفي ناس مستنياك عشان تفطر معاك. أحمد: يا سلام، هو أنا طول أفطر مع الوجه الحسن ده؟ ندى: مش قلتلك إنك بكاش؟ أحمد: أنا أبدا والله. ندى: تاني والله؟ وفضلت تضحك. جهزي الفطار على السفرة يا نعمة. نعمة: حاضر، اتفضلوا هو جاهز. قعدوا على الفطار. أحمد: تعرفي يا ندى، عملته للشقة دي حس، وبقيت حاسس إن فيها حياة، ما كنتش أعرف إن اللمة حلوة كده. ندى: أكيد طبعا، وعشان كده كنت بقولك تجيب أهلك يقعدوا معاك، أهو يونسوك ويحموك من الشياطين اللي بتحوم حواليك. ابتسم أحمد وفهم قصدها على بنت الجيران. أحمد: عندك حقي والله. ندى: هات يا نعمة التليفون أتصل على بابا أطمن عليه. نعمة: حاضر، اتفضلي التليفون. أحمد: طلبتي ليها الرقم؟ ندى: ما تقلقش، أنا حافظة الرقم وحافظة أماكن الزراير، ما أنا قلتلك أنا شاطرة وبحفظ كل حاجة بسرعة. أحمد: الظاهر كده. واتصلت ندى على والدها لكن ما بيردش. أحمد قال ليها أكيد في فرق توقيت، وهنا قال لها أنا هنزل أروح الشغل، ويا ريت يا ريت تختاري أنت ونعمة فستان ليكي عشان الرسمة. ندى: أنت لسه مصمم برضو؟ أحمد: طبعا، ده أنا كمان بفكر أدخل بيها مسابقة معلن عنها. ندى: يعني عليك كده يبقى ضمنت إنك خسرت. أحمد: طب هنشوف، أنا متأكد إني هكسب كمان بيها الجايزة الأولى. ندى: أنت حر. قام أحمد ونزل الشغل، وبعد ما نزل أحمد بساعتين اتصلت ندى على والدها وطمنها إنه وصل وإنه بخير، وكان بيكلمها وهو حاسس إنه بيودعها الوداع الأخير، وكان بيعيط وهو بيتكلم. وهي لما حست بتغيير صوته سألته: في حاجة يا بابا؟ قال لها: مفيش يا حبيبتي، أنا كويس، خلي بالك من نفسك وإن شاء الله مش هتأخر عليكي. وودعها وقفل الخط. فضل يبكي وهي قلبها ما كانش مرتاح، حاسة إن صوته مش طبيعي. وعشان كده بعدها بكام ساعة اتصلت تاني، أكتر من مرة كان بيرن ومحدش بيرد، وبعديها اتقفل الخط. قلقت قوي وحست إن في حاجة مش طبيعية، وبعدها بساعة قررت تاني إنها تتصل، ومرة تانية لقت التليفون مقفول. قعدت تعيط لأنها ما بقتش فاهمة حاجة. نعمت لما دخلت عليها ولقيتها بتعيط قالت لها: يمكن الشبكة فيها مشكلة، ما تقلقيش، إن شاء الله خير، وشوية تلاقيه بيتصل عليكي. ندى: يا رب يكون خير، بس أنا قلبي مش مستريح يا نعمت، مش عارفة ليه،
شوية وأحمد جه. أول ما دخل ندى: أستاذ أحمد، ما كلمتش بابا؟ أو هو كلمك؟ أحمد: ليه، هو في حاجة؟ ندى: أصلي بكلمه من بدري، تليفونه مقفول. أحمد طبعا عارف السبب، إنه بيعمل دلوقتي العملية. أحمد: عادي، وإنتي قلقانة ليه؟ ده أكيد من الشبكة، وأول ما هيكون في مكان فيه شبكة أكيد هيتصل يطمن عليكي، ما تقلقيش. وحاول يغير الموضوع وقال لها: أنا مرضتش أجيب أكل جاهز زي ما متعود، قلت أكيد نعمت هتدوقني أكل البيت الحلو، ولا إيه؟ أنزل أجيب أكل؟ نعمت: دي تبقى عيبة إنك تجيب أكل جاهز وأنا موجودة. وهنا أقول لكم ننتظر الحلقة الجاية نعرف إيه اللي هيحصل في الأحداث بتاعتنا، وأترككم في رعاية الله وحفظه وأمنه.